اهلا اصدقائي. نتمنى تكونوا صبحتوا مزيان وتكون شويه النفسيه هدات لان البارح اكيد حتى شي واحد ما كان مرتاح، لا صغيرنا ولا كبيرنا ولا اي واحد، يعني حتى شي واحد ما كان هو هذاك البارح. ما نعسناش مزيان. كنا كنفكروا الطريقه اللي انهزمنا بها، وهذا السيناريو الغريب ديال هاد كاس افريقيا اللي عشناه. كيفاش كانت هاد النهايه هادي اللي بصراحه يعني الواحد تيفكر حتى شي عيا ما قدرناش نوصلوا كيفاش وعلاش وشنو السبب وكيفاش كان الوضع، شنو اللي وقع بالضبط. كنا اليوم كنتسائلوا شنو وقع بالضبط، يعني واخا تفرجنا في المقابله كاين شي حوايج وقعوا ما فهمناهمش، ما ما يدخلوش الراس بصراحه. يعني الطريقه باش تعاملنا مع المباراه، الطريقه ديال المنتخب السينيغالي كيفاش دخل المقابله، كيفاش هادشي كله كان تراكم وكان مارش. كانوا حوايج بصراحه، يعني كطرح عده تساؤلات، ونتمنوا نلقاو اجوبه في المستقبل القريب، لان هادشي ضرنا في خاطرنا. حنا دائما نفس المشكل، دائما كنتشمتوا، دائما حنا هما الضحيه. المنتخب المغربي هو الضحيه، خصوصا في هذه القاره قاره افريقيا اللي ما كيحملنا فيها حتى شي واحد. بكل صراحه اليوم كتاكد بالملموس ان قاره افريقيا ما كتبغيش المغرب، حتى شي واحد ما كيحملنا، كل شي ضدنا، خصوصا منظمنا هذه الكاس هذه. من البدايه وحنايا في التشويش، من البدايه وحنايا في القيل والقال، من البدايه وحنا في الكولاسه وفي المؤامره، والمنتخب المغربي مهيئين ليه، دايرين ليه، فاعلين ليه. هذا التهيئ هو هذا التهيئ، هو اننا نخسروا في النهايه. هذا هو التهيئ، هذه هي المؤامره اللي كنتو تهضروا عليها، هي هذه. شوفوا السنغال كيفاش دارت لينا عباد الله في بلادنا، شوف شنو دارت لينا. الفريق ضربة الجزاء ما تقبلهاش، خارجين. علاش يخرجوا؟ ولا خرج حتى لا خرجوا خليهم يخرجوا، ما نتبعهمش انا، ما نهضرش معاهم، ما نمشيش عندهم. نركز في ضربة الجزاء، اللي اليوم كلشي ولا تيشك في ضربة الجزاء. كلشي اليوم كيهضر تيقول بان ضربة الجزاء يعني مشكوك فيها انه ابراهيم دياز غيضيعها، يعني قالوا ليه ضيعها. علاش غنوصلوا لهاد الهضره كامله؟ علاش غادي نوصلوا لهاد المسائل كلها؟ والله العظيم يعني شنقول لكم، تصدمنا. وكان صدمه قويه للمغاربه كاملين، وهذا الشيء هذا ما كناش متصورينه، ما كانش في المخيله ديالنا. ما كناش متوقعين المقابله غتكون بهذه الطريقه هذه. حنا ما غاديش نهضروا لا تاكتيك، لا على خطه، لا على وليد الركراكي، هادشي كامل جاي وقته لان كانوا كوارث. ولكن الكارثه العظمى هي المقابله، هي هذه المباراه، هي الطريقه باش تلعبت هذه المباراه، هي هذه المسائل اللي دارت في هذه المباراه. ما بغينا نفهموا. راه الشعب ماشي مكلخ. فهمونا شنو وقع بالضبط. واش السنغال دارت لينا العصا الرويضه؟ السنغال قالت لنا خصني نربح المباراه بزز، الا ما ربحش غادي ندخل نعطيكم العصا، بحال اللي داروا بعض الجماهير ديالهم. الكاف خايفه على البطوله، خصها تكمل بخير وعلى خير، وناكلوا حنا العصا. يعني حنا نضحيو، المغاربه مساكن يضحيو، المغاربه اللي عاطين دمهم وعاطين روحهم. كاين اللي ما نعش، كاين اللي مسكين ما عرفش شنو وقع له البارح، راه كاين ممكن اللي سكت له قلبه البارح.
علاش حنا ما كنبقاوش فيكم؟ راه حرام هادشي، والله لا حرام. على العموم الخوت، كنتمناو يكون شي تفسير لهاد المباراة البارح، يكون شي تفسير واقعي، يخرجوا الناس المسؤولين يوضحوا لينا شنو وقع بالضبط، شنو اللي جرى في هاد المقابلة، لان راه شي حاجه وقعات غريبه بصراحه ما عمرنا شناها. او هاد افريقيا باقا ما بغاش تقاد. هاد المشاكل ديال هاد القاره الافريقيه ما تساليش. وهاد التنظيم هذا بين لينا بزاف العيوب، بين لنا بزاف الناس ما حامليناش، ما عرفتش علاش، شنو السبب؟ ما عرفتش. هاد الناس واش حيت ما قادرينش يديروا شي حاجه بغاونا حتى حنا نكونوا بحالهم؟ بغاونا حتى حنا نبقاو يعني بلد افريقي ما عندوش امكانيات، ما يدير حتى شي حاجه، ما يوصلش، نبقاو محدودين. من بدات البطوله والغيط، من بدات البطوله والناس كتشكى. وغريب في الامر هادشي اللي تهيئ ليهم في هذه البطوله ما عمرهم شافوه في حياتهم، ما عمرهم عاشوه. ومن جاو لهاد البلاد السعيده اللي قدمت لهم كل شيء، قدمت لهم الضيافه الكريمه، الناس الكرامه. يعني شنقول لكم، الكرم ديال هاد البلاد هادي هو صراحه هو اللي حطنا في هذا الموقف. ولاو تيقولوا لنا المغاربه مساكن ظريفين ما يقدروا يديروا والو، المغاربه اللي جاي يضحك عليهم. راه تحطينا في واحد الموقف خايب. كلشي اليوم شامت فينا، كلشي صباح شامت فينا. تخيلوا معايا، الناس خارجه فرحانه حيت السينيغال ربحات، خارجين بالكلاكسونات، من الجرس السوق ومن مصر يعني البارح كانت افريقيا كلها سينيغال. علاش؟ ما فهمتش. المغرب شنو دايره ليهم؟ شنو المشكل ديالها بالمغرب؟ واش المغرب ضركم حتى لهاد الدرجه؟ راه عيب وعار. انا السينيغال كنت نقول لهم مبروك كون لعبوا كره، كون كانوا رجال كنت غادي نقول لهم مبروك، كنت غادي نبارك لهم كون ربحونا بكره، كره نقيه ونظيفه، والله ما يبقى فينا الحال. ولكن ما ربحوش بكره نظيفه. المدرب ديالهم خرج على المقابله، المدرب ديالو اجج الجماهير، المدرب ديالهم كان غادي يتسبب في كارثه. كارثه كان غيتسبب فيها هذا المدرب هذا. لازم تكون اجراءات صارمه من الكاف، لازم نشوفوا عقوبات صارمه في حق هاد الناس هادو، في حق هاد المدرب الخبيث. هاد المدرب اللي خرج المباراه عن النطاق ديالها، خلانا بحال هكا، خلانا بحال لاعبين في ما عرفت فين، بحال كنتحاربوا، الجمهور داخل تيهرس وتيدقدق، كاينين الناس اللي ضربوا. واحد من الامن مسكين راه هزوه، ما عرفت شنو، ما عرفت اليوم كيصبح. نجيو حنا حتى لبلادنا وناكلوا العصا بلادنا وتمشي لنا البطوله من بلادنا، حنا ديما بحال هكا، ديما حنا كبش الفداء. للاسف والله للاسف. كنا كنتوقعوا شي حاجه زوينه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الا كنا حنا تسببنا في هذا الشيء هذا ما نعرف. ولكن الا كانت خصها تخرج شي بلاغات، خصها تخرج توضح لينا شنو جرى وشنو وقع، وتاخذ اجراءات في هاد الناس اللي تسبوا في هاد المشاكل اللي وقعات، وفي هاد المشادات، وفي هاد وانما هادشي اللي وقع هذا حنا كنتاسفوا ليه بزاف، وحنا مصدومين. كنا باغيين هاد الكاس تبقى في بلادنا، كنا باغيين نفرحوا، ولكن ما كتبش لينا نفرحوا. وهذا الشيء هذا هو هذا الشيء اللي ضرنا.
على العموم جايات ان شاء الله اكثر من رايحات. بالتوفيق. السلام عليكم اخوان.